قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم. يحكى أن طائرا جاء إلى بركة ماء ليشرب، لكنه وجد أطفالا بقربها فخاف منهم وانتظر حتى غادروا. وصدفة جاء رجل ذو لحية طويلة إلى البركة، فقال الطائر في نفسه: هذا رجل وقور لا يمكن أن يؤذيني، فنزل إليها ليشرب، لكن الرجل رماه بحجر ففقع عينه. ذهب الطائر إلى النبي سليمان عليه السلام شاكيا، فاستدعى النبي سليمان الرجل وسأله: ألك حاجة بهذا الطائر حتى رميته؟ فقال: لا. عندها أصدر النبي سليمان عليه السلام حكمه بأن تفقع عين الرجل، غير أن الطائر اعترض قائلا: يا نبي الله، ليست عيناه من غرر بي، بل لحيته هي من خدعتني يا مولاي، لذا أطالب بحلقها عقوبة له حتى لا يخدع بها أحدا غيري. نحن دائما ما ننخدع بمظاهر البشر، فكم من شخص نظنه صاحب سوء وهو أطيب خلق الله، وكم من قريب تحبه ملكا وهو من الداخل شيطان لعين. يحكى أن طائرا جاء إلى بركة ماء ليشرب، لكنه وجد أطفالا بقربها فخاف منهم وانتظر حتى غادروا. وصدفة جاء رجل ذو لحية طويلة إلى البركة، فقال الطائر في نفسه: هذا رجل وقور لا يمكن أن يؤذيني، فنزل إليها ليشرب، لكن الرجل رماه بحجر ففقع عينه. ذهب الطائر إلى النبي سليمان عليه السلام شاكيا، فاستدعى النبي سليمان الرجل وسأله: ألك حاجة بهذا الطائر حتى رميته؟ فقال: لا. عندها أصدر النبي سليمان عليه السلام حكمه بأن تفقع عين الرجل، غير أن الطائر اعترض قائلا: يا نبي الله، ليست عيناه من غرر بي، بل لحيته هي من خدعتني يا مولاي، لذا أطالب بحلقها عقوبة له حتى لا يخدع بها أحدا غيري. نحن دائما ما ننخدع بمظاهر البشر، فكم من شخص نظنه صاحب سوء وهو أطيب خلق الله، وكم من قريب تحبه ملكا وهو من الداخل شيطان لعين. يحكى أن طائرا جاء إلى بركة ماء ليشرب، لكنه وجد أطفالا بقربها فخاف منهم وانتظر حتى غادروا. وصدفة جاء رجل ذو لحية طويلة إلى البركة، فقال الطائر في نفسه: هذا رجل وقور لا يمكن أن يؤذيني، فنزل إليها ليشرب، لكن الرجل رماه بحجر ففقع عينه. ذهب الطائر إلى النبي سليمان عليه السلام شاكيا، فاستدعى النبي سليمان الرجل وسأله: ألك حاجة بهذا الطائر حتى رميته؟ فقال: لا. عندها أصدر النبي سليمان عليه السلام حكمه بأن تفقع عين الرجل، غير أن الطائر اعترض قائلا: يا نبي الله، ليست عيناه من غرر بي، بل لحيته هي